السلام عليكم. لو عندك دهون على الكبد، في غلطة ناس كتير جدا بتعملها وممكن تبوظ الكبد من غير ما تحس. الموضوع ده منتشر بشكل مرعب، والأخطر إن في ناس كتير فاكرة إن دهون الكبد دي حاجة بسيطة وملهاش لازمة. الحقيقة ده مش طبيعي خالص. موضوع دهون الكبد ده حاجة جدا خطيرة، ده حاجة مهمة جدا. في الفيديو ده هتفهم السبب الحقيقي لدهون الكبد، امتى تقلق بجد، ايه ابسط تصرف ممكن يحمي كبدك. هقول لك على حاجات تنقذ بيها نفسك من مشكلة دهون الكبد دي. خليني اوضح لك في الاول يعني ايه دهون الكبد. ببساطة الكبد بيتخزن فيه دهون اكتر من الطبيعي. تخيل الكبد زي اسفنجة مفروض تنظف الجسم، بس لما تتملي دهون شغلها يبطأ، شغلها يبقى ضعيف، ما بتعرفش تصفي الجسم كويس، ما بتعرفش تفلتر. اشهر اعراض الناس بتتجاهلها هي تعب من غير سبب، انتفاخ، نفخه دايما، تقل في جنبك اليمين. احيانا مفيش اي اعراض، يعني احيانا بيجي دهون الكبد دوت من غير اي اعراض، بتكتشفها بالصدفه وانت بتعمل فحوصات، بتكتشفها بالصدفه وانت بتعمل اشعاعات. ايه السبب الحقيقي؟ السبب مش دايما اللي الناس فاكراه، مش الاكل الدسم بس. ناس كتير تقول لك علشان بياكل حاجات دسمه، لكن السبب الاساسي هو مقاومه الانسولين. يعني الجسم مش عارف يستخدم السكر صح. والسبب الشائع الغلط انك تقول انا تخين شويه، او ده من الاكل وخلاص. لكن في ناس مش تخينه وعندهم دهون كبد. في دراسات كتير بتاكد ان ناس وزنها طبيعي جدا وعندهم دهون كبد. في اطفال عندهم دهون كبد. الكبد الدهني دهون على الكبد. خلي بالك من النقطه دي بقى. اكتر حاجه بتدمر الكبد مش الدهون، مش اكل الدهون. اكتر حاجه بتدمر الكبد هي اكل السكريات. السكر مش الزيت، اكل السكريات مش اكل الدهون. هو ده اللي يبوظ الكبد بتاعك، هو ده اللي بيرسب الدهون على الكبد عندك. مش كل دهون كبد خطيرة، بس لو ظهر واحد من الأعراض دي ما تستهونش بأي حاجة، ما تستهونش بحالتك. لو ظهر عليك تعب شديد مستمر، إرهاق ما انتش عارف سببه إيه، ألم واضح في الجنب اليمين، نفخة في البطن دايما باستمرار، تخمة، عملت تحاليل انزيمات كبد لقيتها عاليه، عندك سكر، او في كرش بيكبر كده فجاه، كرشك عمال يكبر بدون سبب واضح، ساعتها الموضوع مش اهمال، ساعتها الموضوع محتاج متابعه. الحل العملي، الحل مش معقد، الحل مش صعب ولا محتاج ادويه كتير، مش محتاج ادويه اصلا. غالبا بنبدا نعمل تحليل انزيمات كبد، سونار، بنغير عاداتك اليوميه، بنغير نظام حياتك لنظام حياة صحي، بنقلل السكريات في الأكل، بنقلل النشويات، بننظم أكلنا، بنمشي 30 دقيقة يوميا، نتابع. مفيش أكتر من كده. يعني الموضوع مش معقد، الموضوع مش صعب. خلينا أطمنك، لو حاسس إن الكلام ده مهم اعمل لايك علشان يوصل لناس، اعمل شير عشان يفيد غيرك. ناس كتير ممكن تكون محتاجة الكلام اللي أنا بقوله لك ده. أخطاء شائعة بيعملها مرضى الكبد الدهني. اكتر 3 اخطاء بنشوفها مع مرضى دهون الكبد: الاعتماد على ادويه من غير تغيير نمط حياه. يقول لك اخد الحبايه الفلانيه هبقى كويس، يتجاهل التحاليل والمتابعه بتاعته، ما يتم المتابعه بتاعته، الدكتور يقول له محتاج اشوفك كمان 3 شهور، يشوفه تاني كمان سنتين ولا حاجه، يتجانع عن الدهون تماما. اول الدكتور ما يقول له عندك دهون على الكبد يمتنع عن اكل الدهون ويركز على النشويات. واتفقنا ان النشويات اخطر من الدهون على الكبد. ما تقلقش، اغلب حالات دهون الكبد بتتحسن لما نفهم السبب، لما نعرف ازاي نتعامل معاها صح. شويه تحاليل، شويه متابعه، نظام حياه صحي، الدنيا تتظبط معاك. لو الاعراض ديت مكمله معاك او عايز تعرف حالتك بدقه سيب تعليق. عايز تعرف اكتر عن مقاومه الانسولين برضه هسيب لك لينك فيديو مقاومه الانسولين في الوصف هنا، وفي فيديو مهم جدا عن مقاومه الانسولين وعلاقتها بدهون الكبد سايبه لك هنا في الوصف.
هسيبه لك برضه في الكومنتات. من الاخر دهون الكبد مش اخر الدنيا، دهون الكبد مش حاجه وحشه لو تابعناها واهتمينا بيها وخدناها بمحمل الجد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.